كل يوم بنشوف حاجات بنفتكرها عادية، بس اللي وراها ساعات بيكون مرعب. في ناس عاشوا مواقف غريبة، وناس شافوا حاجات مش من عالمنا. والنهاردة هحكي لكم عن قصص وصلت لي منكم، قصص من ناس عادية زي وزيك، بس الرعب ما كانش عادي. دي حكايتي مع الرعب، قصص منكم. واحدة من المتابعات بتحكي وبتقول بنتها طفلة صغيرة حكت ان عندها دنيا بتحبها وبتسميها توتة. بس في ليلة مامتها دخلت الأوضة وسمعتها بتتكلم مع حد. سألتها بتكلمي مين؟ قالت لها توتة بتقولي نلعب في البلكونة. والمصيبة ان البلكونة كانت مفتوحة والدنيا كانت واقفة على الطرف، وفي الكاميرات ظهر جسم صغير بيتحرك لوحده. بتحكي واحدة من المتابعات وبتقول جدتي كانت ست كبيرة في السن وعايشة لوحدها في بيت ريفي قديم. في يوم محدش قدر يوصل لها، لا تليفون ولا حتى الجيران شافوها. رحنا البيت لقينا الباب مقفول، لكن لقينا شمعة مولعة جوه الصالة وسماعة التليفون متعلقة. والغريب ان الشباك كان مفتوح وكان فيه تراب كأن حد اتسحب لبره. جدتي ما رجعتش من ساعتها، والبيت محدش قدر يقعد فيه من بعدها. شاب بيقول انه اشترى شقة جديدة سعرها كان مغري جدا. من اول ليلة بدأ يسمع صوت جر وخبط في الصالة، ولما يخرج يلاقي الكراسي أماكنها متغيرة. جاب شيخ يقرأ قرآن، لكن الشيخ قبل ما يكمل خرج وقاله في حاجات مش هتخرج من هنا، انت لازم تمشي. ساب البيت من غير ما ياخد اي حاجة منه. راجل كبير بيقول ان وهو راجع من شغله الساعة 2 بالليل سمع واحدة بتنادي عليه من الزرع، تعالى مستنياك. الصوت كان ناعم بس بارد ومرعب. لما قرب حس برجليه بتغرس في الطين وكان هيتسحب جوه الزرع، لكنه فجأة سمع حد بيقوله ارجع وما تسمعش. ومن ساعتها ماشي بالعربية بس حتى لو المسافة مش مستاهلة، ده على أساس يعني انه هو راكب العربية النداهة مش هتعرف توصله. بنت بتقول ان جارهم في العمارة كان دايما ساكت ما بيتكلمش خالص، وفي مرة قابلته في الأسانسير وقالت له مساء الخير. لف عليها وقال الليل لسه ما جاش، ما تستعجليش، وابتسم. وتاني يوم العمارة كلها صحيت على صوت صراخ البنت لما عرفت ان الراجل ده مات من أسبوعين. شاب بيقول انه كان مع اصحابه بيحضروا عزا في بلد قريبة منهم، وبعد العزا قرروا يلفوا بالعربية حوالين المقابر، هزار يعني. بيقول اول ما دخلنا الشارع اللي فيه المقابر لقينا الموبايل بيسجل لوحده، رغم ان مفيش حد قرب منه ولا فتحه. ولما طلعنا نسجل تاني لقينا صوت واحدة بتعيط بصوت واطي جوه التسجيل، رغم ان برضو المكان كان فاضي تماما. تاني يوم واحد من اصحابنا تعب غريب وحلم انه نايم جوه قبره، ومن وقتها عمرنا ما رجعنا المكان ده تاني. بنت بتحكي ان جدتها ماتت من فترة قريبة وسابت لها مراية قديمة كانت في اوضتها. قررت تحط المراية في اوضتها الجديدة كنوع من الذكرى. بعد اسبوع بدأت تلاحظ حاجة غريبة، كل ما تبص في المراية تشوف اوضة شكلها
مش أوضتها. في مرة كانت بتسرح شعرها وشافت بنت تانية وراها في المراية، ولما لفت ما كانش في حد. ولما قررت تتخلص من المراية لقوا جوه الإطار من ورا صورة قديمة جدا لستات واقفين قدام نفس المراية وكلهم من غير وشوش. واحدة بتحكي إن جوزها توفى في حادثة عربية والموبايل بتاعه اتكسر. بعد العزا بيومين جالها اتصال من رقم جوزها، افتكرت حد بيهزر أو الرقم رجع يشتغل، لكن لما فتحت الخط سمعت صوته بيقول لها خلي بالك من يوسف، الباب مش مقفول. يوسف كان ابنهم الصغير، وبتقول أنا رحت جريت عليه لقيت باب البلكونة مفتوح والولد واقف على طرف البلكونة. بتقول كمان أنا معرفش ازاي بس أنا متأكدة إن هو اللي كلمني، والموبايل اتقفل بعدها ومرجعش يرن تاني. اللي سمعته النهاردة حصل بجد، ويمكن اللي جاي يكون مرعب أكتر. لو عندك حكاية ابعتها لي، لأن الرعب لسه منتهاش. وافتكر دايما مش كل رعب بيظهر في الضلمة، في رعب بيعيش جواك.